امبارح كان في ماتش الاهلي ويانج افريكانز في البطوله الافريقيه، وقدر النادي الاهلي ان هو يفوز بثنائيه نظيفه. امبارح كان نجم الماتش من وجهه نظري الشخصيه كان اتنين: امام عاشور رقم واحد، وتريزيجيه اللي جاب الجونين. لكن الاهلي في المجمل امبارح كان الشوط الاول في زي عدم تركيز ومستعجل الفوز، لكن في النهايه فاز وزاح اللي هو المنافس ليه يانج افريكانز. الفوز مش بثلاث نقط بس، ده كمان اعتلى النادي الاهلي القمه امبارح وبقى اول المجموعه بسبع نقاط، و يانج افريكانز بقى باربع نقاط. في حصل هجوم من بعض جماهير النادي الاهلي في المدرجات وهتافات على مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب والاستاذ ياسين منصور بسبب الملف الشائك في النادي الاهلي، اللي هو ملف الجماهير اللي هي محبوسين، ان هم كانوا وعدوا جماهير الاهلي ان هم هيتولوا الموضوع دوت، ان هو هيتحل، وان هم مش هيسكتوا لما يخرجوا كل الناس. طلع امبارح